جريدتكم جريدة إلكترونية مغربية مستقلة. جريدتكم هي قاطرتكم نحو إعلام بياني ومستقل. لا حكومة لا برلمان. لذلك الإخوان احنا واضحين ضد هذه الأكفادة. الإنقاذ ديال هذه المقاولات راهين بالتدخل ديال الحكومة. كيقولوا لنا راه كاينة في قطعة البحر، كاينة في التحكيم الدولي. لذلك كنعتبروا بأن التحكيم الدولي كان الكلمة ديالو، وبأنه حدود ساعة بأن الناس المغاربة والعمال ديال شركات سمير بصفة خاصة ولاو بأنهم كيعتبروا بأنه هادشي اللي كيوقع دابا هو استهتار بالمصالح ديال المواطنين، هو استهتار بالتضحيات ديال هاد العمال اللي قاموا بها لمدة 10 سنوات، لأن هاد العمال وتحملون عليه التنقل من هذا الحضور لأنهم مؤمنون بالقضية، ليس لهم مصالح مباشرة ولكن حاضرين معكم الساميين. كذلك نتقدم بالشكر ونشكر الإخوان ديال الأمن اللي كيسهروا على التنظيم ديال السير والجولان والحفاظ على الأمن والأمان. تحية لهم من هذا المنبر. لابد أن نذكر لأننا المرة الثانية اللي كنحضروا أمام المحكمة التجارية في غضون شهر، ولا عندنا مع 26 غنبقاو كل 26 كنجيو هنا، لأننا صامدون 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 ما زلنا وسنبقى صامدون. كنقول بأنه المرة الثانية في غضون شهر كنتواجدوا هنا وكنعاودوا النادي وكنناشدوا بهذا الملف اللي استغرق سنوات من التصفية القضائية، 10 سنوات من التوقيف ديال شركة لاسامير. وملي كنقولوا التوقيف ديال شركة لاسامير والدور اللي كانت كتقوم به ومازال كنعتبروها كتقوم به في هذا الملف هذا، في الدور ديالها الوظيفة الاقتصادية ديالها في الملف ديال المحروقات. لابد اننا دائما كنعزفوا على هذا الخيط هذا اللي ما بغوناش ما نعزفوش عليه، لانه عارفين علاش كنقولوا هذا الكلام، ومازال كنأكد عليها كما أكدت عليها في الاحتجاجات السابقة. ويريدون حصر القضية في شركة خاصة تعرضت لصعوبة المقاولة وسيكون مصيرها القبر. العملية ليست كذلك. شركة سمير لها وظيفة استراتيجية، أبعاد ديالها الاقتصادية تكون الآثار ديالها على المواطن المغربي بغض النظر على أنه عامل أو أنه مواطن. لا بد أن نذكروا هذه القضية. ولذلك كنقولوا بأن هذه المعلومة اليوم اللي كتواجد داخل المحكمة التجارية، المحكمة التجارية قامت بالواجب ديالها، خدات الحل، اعتبرت بأن التفويت الشمولي ديال الأصول هو الحل ديال إنقاذ هذه المقاولات. السؤال المطروح اليوم، ما بعتونا وما شريتونا اش ناويين؟ إذا كاين اليوم صعوبة في التفويت، سؤال مطروح، هل هناك حلول بديلة لهذا الحل اللي كاين؟ هذا مطروح على المحكمة التجارية. لكن أيضا لابد أن نربط واحد الموضوع آخر. لماذا المحكمة التجارية على حدود ساعة تفشل في التفويت؟ تفشل في التفويت لأنه هاد الناس المستثمرين اللي كيجيو كيدقوا الابواب ديال هذه المقاولة عندهم اسئله عالقه لا يمكن ان تجيب عليها المحكمه التجاريه. من سيجيب عليها هي الحكومه، والحكومه افتحوا هذا القوس. المشكل ديال تضارب المصالح كيعرقل العمليه ديال قيام الحكومه بالدور ديالها في الدعم وبالإجابة على الأسئلة والضمانات اللي خصها تعطى لهاد المستثمرين من أجل اقتناء هذه المقاولة. وبالتالي ما نبقاوش نقولوا العملية راه بالقضاء،
هذا من جهة. لا برلمان حكومة لا برلمان عيد اليمن عيد اليمن عيد اليمن عيد اليمن حكومة لا برلمان حكومة لا